ريليتونشيب. كل جيل بيشوف اللي بعده ضايع واللي قبله معقد. البرنامج ده بنجمع فيه كل الأفكار ووجهات النظر والخناقات دي في كل حلقة، ونحاول نفهم مين رايح فين. ازيك يا أحمد؟ الله يسلمك. الحمد أخبارك لله إيه؟ زي الفل والله. ممكن تعرفنا بنفسك؟ أحمد، 24 سنة، من الفيوم، متزوج وعندي طفل. 24 سنة، متزوج وعندك طفل. بشتغل أوبر. تشتغل أوبر؟ اه. في حاجة تانية غير الأوبر بتشتغلها؟ لا، أوبر، إن درايفر، ديدي، هما التلات أبليكيشنات. أحمد، قدامك 4 كروت، عايزاك تختار منهم كارت وتقولي مكتوب فيه إيه. ريلتون شابو. إيه؟ علاقات مع أهلك يعني. أنا قريت الإنجليش. حلو عادي، قريت براحتك الإنجليش وأنا ما أعرفش أقرأ إنجليش يا جماعة. يا ماشي، عادي. إيه ما المشكلة؟ علينا. عادي، إيه المشكلة؟ علاقاتك مع أهلك. علاقتك مع أهلك إيه؟ لا، علاقتي مع أهلي كويسة جدا، محترمة جدا، في تفاهم. دايما بنسمع لبعض، مش علاقة أب وابنه، علاقة اللي هو أخوية، اللي هو أنا بتكلم مع أبويا مثلا كأخ. أبويا ممكن ياخد رأيي في حاجة، يعني بقول لك على الأب مثلا ممكن ياخد رأيي مع ابنه. أكيد. أنا باخد رأيه إمم، دايما. إمم، بابا عايز أعمل كذا، تمام إمم، نعمل كذا. إمم، صح، صح، بنرتبها مع بعض. إمم، لو في حاجة صعبة علينا ممكن نحلها مع بعضينا. إمم. هو ده اللي أنا باعمله مع أبويا وأمي. ومامتك نفس نفس الموضوع. الكلام، نفس الموضوع. علاقتك بزوجتك؟ علاقتي بزوجتي جميلة، باحبها جدًا، وربنا يخليها ليا يا رب. واخدين بعض عن حب؟ واخدين. لأ، باحبها جدًا، دايمًا متفاهمين مع بعض. زوزو بقى ربنا يخليه لي. ربنا يخليه يزن. لك. باحبه جدًا. باستنى لمّا باخلّص شغل عشان أروّح، ألاقيه يلاقي المفتاح بيفتح الباب، يا حبيبي، ألاقيه جاري وبيجي يحضني. والله. بابقى مبسوط جدًا. هتعمل معاه زي ما باباك ومامتك عملوا معاك؟ أكيد طبعًا، أكيد، وممكن فوق مما تتخيلي. أنا رقم 1 مراتي وابني في حياتي. إمم. اللي أنا ما عملتوش في حياتي أنا هاخلّيه يعمله بإذن الله، إن إن شاء الله. شاء الله بإذن الله. آآ يعني باباك ومامتك عملوا معاك حاجات كتير، آه. إيه الحاجات اللي عملوها معاك؟ دايمًا واقفين جنبي في كل محني. إمم، ما انكرش إن هُم جوّزوني، إمم. بس برضه أنا ساند نفسي بنفسي. الحمد لله. إزاي؟ الحمد لله. اللي هو باشتغل وباعافر لهدفي. أنا في هدف في دماغي بابقى عايز أعمله، لأ لازم أعمله، لازم إمم، أجري على هدفي، مش اللي هو خلاص ده باظ، لأ هاستنى بقى خلاص، لأ مش هاعمل الحاجة، لأ إمم، باظ، كمّل وعافر عشان تصلّحه، إمم، ما تسكتش. إمم. أهم حاجة ما تسكتش، عافر. ربنا بيقول لك إيه، يعني اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك، فأنا باسعى. أكيد. إيه اللي كان نِفْسك تعمله وما عرفتش تعمله؟ نِفْسي أجيب عربية. إن شاء الله، بس اللي هو أنا برضه باعافر عشان أجيبها، إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. نِفْسك تعمل حاجة لماما وبابا؟ نِفْسي أسفّرهم يحجّوا، إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بإذن الله. وأنت هتبقى معاهم أنت ومراتك كمان. آمين يا رب والله. كان في حاجة في علاقتك مع ماما وبابا لمّا كانوا بينتقدوك فيها، كنت بتتضايق أكيد، وبتبقى مخنوق أكيد. ودلوقتي عرفت إن هم كل اللي كانوا بيقولوه صح؟ كلامهم كُلّه صح.
بمعنى اللي هو أنا كنت مثلًا كنت وأنا صغير كنت باروح البلايستيشن وبتاع ومش عارف إيه، وسايبها سداح مداح اللي هو كبّر دماغك، إمم، عيش. إمم، في الآخر عرفت اللي هو التعليم أهم حاجة، إن أنت تجاهد في الحياة ده أهم حاجة، إمم، بس بلاش سداح مداح كده، إمم، اللي هو اتعلّم، لمّا تتعلّم هتكون حاجة في الدنيا، إمم. تعرف تعمل حاجة لحياتك بعد كده. أنت خرّيج إيه؟ أنا خرّيج دبلوم صنايع. أوكي. ممكن تسحب كارت تاني؟ نسحب كارت تاني. relationship. ايه ده؟ حاول تاني تاني يا زكي. علاقتك مع حبيبتك أو حبيبك. إمم. أنا ما ليش حبايب، أنا متجوّز. ما هي حبيبتك. لأ، أقصد اللي هو علاقتك مثلًا اللي هو واحد مرتبط بتاع مش عارفة إيه الكلام لأ، ده. حبيبتك هي مراتي هي مش شرط حبيبتي. مش شرط إنها تكون حبيبتك أنت، حد ممكن تكون خطيبتك، ممكن تكون مراتك، صح. فده عادي يعني. آه. علاقتك مع مراتك، أنت من الناس اللي لمّا بيحصل مشكلة بينك وبين مراتك بتروح تحكيها لأصحابك؟ لأ ما في ده بابا وماما ما يعرفوش عن الكلام ده حاجة، إمم، اللي هو حصل مشكلة ما بيننا بنحلّها ما بيننا، وأقول لِك على حاجة، إمم، عمر ما مشكلة خدت يوم، ما خدتش دقيقة، إحنا بنحلّها في وقتها. أوكي، اللي هو تلقائيين مع بعض، طب خلاص تمام، أنا غلطان، خلاص أنا غلطان والله وخلاص مش هنعمل كده تاني، إمم، تمام، إمم. بتتحل. بتتحل على طول. إمم. مش من النوع اللي هو الحق يا بابا ده حصل منها 1، 2، 3 أنت كده حياتك فيستك اللي هي على البايظ. إمم. لازم تكون حياتك واقعية. أكيد شاطر، جدع. طيب اتعرّفتوا على بعض إزاي؟ آآ معرفتنا كانت هي تعرف بنت خالتي، آه، تمام، فدخّلتني جروب بالغلط على الواتساب. هي دخلتك بالغلط، بالغلط؟ والله أيوه. بالغلط. كان بالغلط والّا قصدها؟ لأ بالغلط بأمانة والله. فالمهم دخلت الجروب، فهي زعّقت للبنت: "مين اللي مدخّل الولد ده هنا؟" مش عارفة إيه. فمن بعد حوارات ومن بعد كلام كتير، فاتعرّفنا على بعض وعرفنا بعض، و وأنا كنت في الجيش ورُحت اتقدّمت لها، مش أنا اللي رُحت، بابايا اللي راح اتقدّم لها، إمم. وبصراحة هُم ما قصّروش معايا في حاجة ووافقوا على طول. طب يعني دي حاجة جميلة، الحمد لله. الحمد لله. في يوم من الأيام ممكن تدخّل حد من صحابك بيتك؟ سهرات بقى لا، وقاعدين. لأ، سهرات لأ، ممكن لو عايزني في حاجة ضروري اللي هو مثلًا شغل، اللي هو مثلًا تعالَ ماشي، في 1، 2، 3 هنعمله كذا مش عارفة إيه، طب تمام، شكرًا، مع السلامة. أنت رافض المبدأ ده أصلًا. لا، لا، اللي هو يدخل ويشوف أهل بيتي والكلام ده لأ، أنا ذات نفسي ما باحبوش. علاقتك مع أهلها، علاقتي أنا مع مع أهلها، أهلها هي، باحبهم موت، بجد؟ أقسم بالله أهلها عسلية، ربنا يخليهم ليّا. وهُم بيحبوك؟ جدًا، فوق مما أتخيّل، اللي هو بيستنوني أنزل الفيوم عشان أقعد معاهم، هُم بتوع الفيوم وهُم كلّهم دايمًا حلوين. يتصلوا بيّا ويقولوا لي تعالَ إحنا مستنيينك، إمم. ودايمًا يكونوا عاملين لي محشي. محشي؟ طب يعني هُم عاملين لك محشي، طب ما تجيب لي طبق وأنت جاي. هاجيب لِك من عينيا. المرّة الجاية هات لي طبق إن معاك شاء وأنت الله جاي. بإذن الله. إن شاء الله. اسحب الكارت التالت. تمام. نفس الجملة بس تمام. عادي. علاقتك مع ربنا، مقصّر في الصلاة شوية. من غير ما تتكلمي، مقصّر في الصلاة شوية وباتمنى إن أنا أقرّب من ربنا أكتر بأمانة، لإن أنا بقيت مخنوق جدًا الفترة دي بسبب إن أنا بعيد عن ربنا كتير، كتير أوي، اللي هو ممكن أقطّع في الصلاة وده ما ينفعش، لازم أصلّي، لازم أعمل كتير حاجات في حياتي ترضي ربنا. وعشان خاطر ابنك أكيد، يطلع زيّك، مش أكيد، ما كده؟ هو أنا برضه بافكّر في كده، ومراتك أكيد. لأ ومر مراتي بتصلّي بأمانة. طب يعني مراتك بتصلّي وأنت وبتوجّهني بتقطّع في الصلاة؟ والله قبل كده، فمش من فترة، من 4، 5 أيام، كانت هي قامت تصلّي فبتقول لي: "طب ما تقوم تصلّي."
واللي هي عمّالة قوم صلّي، قوم صلّي، قوم صلّي، طَب أنا نازل الشغل، لأ قوم صلّي الأول وبعد كده انزل اشتغل. أيوه طبعًا. أنا مبسوط منها بجد، بس إن أنا اللي هو أنا عارف إن أنا مقصّر وإن شاء الله يعني هاداوي الحاجة دي. ما أنت مبسوط منها بس لازم تتبسط من نفسك، أكيد، لإن أكيد، هي دي الحاجة الوحيدة يعني اللي أكيد، بتقرّبنا من ربنا. ناس دي هتفضل تقول أنا عايز، وعايز، وعايز، إذا كنت أنت أصلًا ما بتصلّيش يبقى أنت عايز إيه من ربنا يدّيه لك، فعلًا، فلازم تقرّب من ربنا، أكيد، إن شاء الله إن ربنا شاء الله يكرمك. بإذن الله. إيه المواقف اللي حصلت لك والظروف اللي حسّيت فيها إن ربنا بيطبطب عليك وواقف جنبك؟ مواقف كتير. اتزنقت في إن أنا أدفع جمعية قبل كده إمم. وقِسط، كذا حاجة. ولقيت ربنا سبحان الله اللي هو يعني الدنيا ضيّقة عليَّ وفجأة مرّة واحدة خلاص اللي هو كل حاجة اتفكِّت، كل حاجة كل حاجة اتفكِّت. اتحلِّت إمم. من عند ربنا كده، اللي هو أنا مستغرب هو إزاي ده اتحل؟ إمم. اللي هو كنت بابقى مبسوط جدًا اللي هو الحاجة دي اتحلِّت، لإن أنا بابقى زعلان لمّا بيكون مثلًا أتأخّر في الجمعية بس يوم أيوه. أو ممكن ما أدفعهاش يعني هو أنا عامةً ساعات بادفعها قبليها بيوم آه. أو في نفس وقت أو في وقتها، بس لمّا بس بتتزنق لمّا بقى باتزنق يوم آه، بس واحد أو كذا يوم بازعل جدًا. أكيد. ف ربنا واقف دايمًا في ضهري في حاجات كتير. طب وقُمت شكرته بقى وصلّيت أكيد، وكده؟ أكيد. صلّيت؟ والله، متأكد؟ أكيد. مش عارفة ليه مش لا والله مصدقة. العظيم حاسة إن أنت شكرته كده بس ما صلّيتش. لا والله العظيم أنا باحمد ربنا لأ والله باصلّي فعلًا، والله باصلّي بس مقطّع بأمانة، اللي هو أنا ربنا يهديني. ربنا يهديك ويهدينا جميعًا آمين يا رب ويثبّتنا على العالمين، الصلاة. آمين يا رب العالمين. تحب تقول إيه إمم. لربنا؟ أحب أقول لربنا إن شاء الله بإذن الله اللي هو أنا هاصلّي وهاعمل حاجات كتير إن هي ترضيك، لإن أنا باعمل حاجات كتير بتغضبه، اللي هو بعيد عن كل حاجة، فإن شاء الله بإذن الله هاقرّب منّه أكتر. طب أنت بتقول إن أنت بتعمل حاجات كتير بتغضبه، إيه هي الحاجات الكتير اللي بتغضبه غير الصلاة؟ ما ساعات بصراحة قُل ساعات بصراحة قُل اضحك، اضحك يا أخويا قُل. قُل. بصراحة ساعات ما باصومش، ما بتصومش؟ ساعات ساعات ما بتصومش؟ ساعات، ساعات، دي أغنية صباح. ساعات، ساعات، باحب عمري. باعشق وباعشق الحاجات، الله أكبر عليك. لا والله ساعات فعلًا ما باصومش اللي هو ف جدع. يعني أنت ما بتصومش ليه؟ ما بتصومش علشان أنت مش عايز تصوم، عشان أنت بتعطش، لأ هو بتجوع، الشيطان، عشان بس عايز بقى تشرب الشيطان سجاير؟ شياطين متسلسلة أصلًا في رمضان، بس أنا شيطان هو نَفْسي، هو إحنا نَفْسنا شياطين. أنا ما باقول لِك شيطان نَفْسي. لا، بإذن الله هاعمل كل حاجة صح بإذن الله. في حاجة تانية شكل الجراب بتاعك مليان، لأ ما فيش أي حاجة تانية. متأكد؟ الحمد مش لله. متطمنة لك. لا والله العظيم ما تطمنيش يا راجل بأمانة قُل والله. والله. ماشي يا أحمد، خُد الكارت التاني. ماشي، ناخد الكارت بتاعي. الكارت ده بتاعي ما لكش دعوة بيه، أنت مالك أنت وبيه، ما ليش فيه لازم أشوف. أمّا هتشوفه ما تقلقش. علاقتي مع أصحابي من هنا بنيلة. مش عارفة ليه. أكيمو هي دي صباح علاقتك الفل يا مع أصحابك. كيمو، كريم محمد حد يعني بُصّي أكتر حد أنا باعزّه في الدنيا، أخويا، أخويا التاني أقسم بالله، يعني ربنا يخلّيه ليّا بأمانة. هو أنا ما باسألش عليه الفترة ديّة، بس والله الدنيا مبوظة معايا، نِفْسي أنزل وأقعد معاه بأمانة، اللي هو أنا بقت حياتي عبارة عن هو شغل، آآ فلوس بس بتطير في الجو، اللي هو باشتغل وباسِد هنا وباسِد هنا، مش باسِد، هو اللي هو أنا بادفع مثلًا إيجار، بادفع مثلًا قسط، جمعية، فاللي هو أنا مش لاقي حاجة، مثلًا مصاريف بيت، إمم. مصاريف ابني، إمم. اللي هو أنا مش ما فيش حاجة في جيبي أصلًا عشان
أيوه، عشان احوشها. عشان أحوّش. اه يعني انا بقول لك بعافر اصلا عشان اشتري العربيه، فاللي هو طبيعي مش هتشتري العربيه بالمصاريف دي كلها. أكيد، ومش هنشتري العربية غير لمّا نصلّي ونصوم. اكيد. مش شايلاها لك أنا من السؤال اللي فات. صح. هو ده الوحيد من صحابك؟ ما لكش أصحاب تانية؟ لا ليا اصحاب تانية كتير، بس علاقتي يعني ما فيش علاقه زي كريم محمد. في حد من أصحابك قبل كده أذاك، حسّيت من ناحيته بحقد من ناحيتك، عمل فيك حركة مش كويسة أنت مش قادر تنساها؟ حركه مش كويسه مش قادر انساها. هو انا خلّتك ما بقيتش تثق في حد كتير؟ لا هو من بعد ما انا خلصت جيش، من بعد ما انا كنت في الجيش اصلا، وانا في الجيش ما بقتش اثق في حد. ليه؟ لان اللي انت واكل معاه عيش وملح ونايم معاه في سرير واحد في الجيش ممكن في ثانية واحدة يخونك. اللي هو ازاي؟ احمد حصل منه واحد اتنين تلاتة، بيروح مثلا يقول كذا، ده حصل منه واحد اتنين تلاتة، فانا اتعاقب. إمم، ما هو في الجيش في إمم، عقاب، أكيد. فانا اتعاقب. إمم، فمن بعدها قررت ان هو مفيش حاجة اسمها تعمل لحد، إمم، ما تعملش حد غير لبيتك. إمم. مفيش حد محل ثقة، كلهم طب محل. وأنت كلّهم محل أكل. اه طب وأنت في الجيش بقى يعني بتغلط ليه؟ ده أنت المفروض انا داخل الجيش مش علشان بغلط. يعني تتعلّم. مش بغلط. اللي هو مثلا كنت في الجيش، كنت نفسي اكلم مراتي اخر 6 شهور. انا أوكي. اتجوزت اخر 6 شهور. إمم، كان نفسي اكلم مراتي في التليفون، فكنت تعبان إمم، ساعتها. كان عندي برضو كنت حاسس بمعنى صح ان انا بقى خلاص اللي هو روحي بتسحب مني. إمم، فانا كنت حابب ان انا اكلمها، هي بتبقى مطمناني بكل حاجه. إمم، فكلمتها، فجاء حد تاني يعني عارف ان انا اتكلمت في التليفون في الخدمه، هو غلط، بس انا كان نفسي اكلمها في الوقت ده. فراح حد كلم الضابط بتاعنا، إمم. فراح الضابط معاقبني. حد من أصحابك اللي أنت كنت معاه في نفس واكل معاه الأوضة. عيش وملح إمم، وعشرة وبتاع، 10 سنة ونص. اللي هو انت يا ابني انت متخيل اللي انت بتعمله؟ إمم. فاللي هو انا ما كنتش اتوقعها يعني. وأنت بقى عرفت منين اللي هو راح فتن عليك؟ كتير قال لي، والضابط حتى كمان قال لي. والله! لأ اه طالما الضابط قال لك أنا ما أقدرش أقول حاجة. وكذا كذا كله إلا شافك، الضابط. كله الا الضابط. أنا ما ليش دعوة، الضابط طالما قال لك خلاص. والله بس احسن حد كنت بعزه في الجيش كان قائد الكتيبة بتاعتنا. إمم، اسمه محمد حبيب إمم. من طنطا. والله وتصدق إن أنا كمان من طنطا، أنا طنطاوية. يا إيه محل الجمال ده! إيه محاسن الحلاوة دي! الصدف. حاجة حلوة أوي. اقسم بالله كان حد عسلية جدا، كان دايما معايا ودايما في ظهري والله. ونزلنا اجازة كويسة لما اتجوزت بأمانة. إمم. كان حد محترم، ربنا يرزقه كويس جدا. إن شاء الله ويرزقك أنت كمان ويهديك ويصلح امين حالك يا رب وتصلّي العالمين. وتصوم ان شاء الله. عشان ربنا يكرمك. ان شاء الله. الفقرة دي المفروض إن أنت تطلّع فيها كل اللي عندك. أحمد، بعد الساعة 12 وأنت داخل تنام بقى وتأنتخ كده وتفرد جسمك وتحط راسك على المخدة، بتفكّر في إيه؟ إيه أكتر وأخطر الأفكار اللي بتيجي في دماغك؟ بفكر في والماضي بكره. بقى والمستقبل وكل الكلام ده. وانا بفكر في بكره، ما بفكرش في الماضي، الماضي عدى. انما بفكر في بكره، اللي هو مثلا حلمي. انا نفسي مثلا اكون في مستوى اللي انا عايزه او اللي هم، انا حابه. هم، بفكر فيه اللي هو مثلا طيب بكره انا عندي كذا، طب انا لازم اعمله، طيب انا هعمله ازاي؟ افكر فيه لحد ما الاقي حل اللي هو انا يكون مناسب ان انا اعمله. هم، زي مثلا طيب انا دلوقتي جمعت فلوس كذا، يبقى اروح اعمل كذا. يعني العربية فكرت ان انا اجيبها قسط، بس الفلوس ما كملتش. هم. فهو انا بفكر اللي قدام اللي هو انا مثلا دلوقتي هجيب يعني فلوس العربية ازاي؟ هم، قلت اعمل جمعية. هم، لو عملت جمعية وقبضتها هعرف اجيب العربية كاش
وهدفع اكني بدفع القسط، مش بدفع مثلا جمعيه، اكني بدفع قسطها. يعني مثلا لو انا عملت جمعيه ب5000 جنيه مثلا وكملت 50,000 جنيه بال150 مثلا اللي معايا هيكملوا مثلا 200,000. اجيب عربيه على قد حالي اشتغل بيها مثلا، وتكون حاجه مناسبه ليا اللي هي ما تهلكش مني، وبالتالي يبقى سددت نفسها بنفسها. فهو ده اللي انا بفكر فيه دلوقتي حاليا. غير كده مش بفكر. بتفكر في ابنك، بتفكر ان انت اكيد بفكر في ابني. ممكن لا قدر الله يعني تقابلك صدمات، تقابلك حاجات انت مش حاببها، خايف. بخاف لما بيتعب، بخاف جدا لما بيتعب، ببقى خايف عليه جدا. اللي هو انا ممكن ساعات والله العظيم بامانه، يعني اللي هو انا بعيط على تعب ابني او تعب مراتي. من يومين انا كنت تعبان، كنت خلاص اللي هو انا مش قادر. والله مراتي تعيط وانا عايط جنبها، ان شاء الله هو زي الفل. والله العظيم يا بنتي خلاص حقك عليا، والله انا بقيت زي الفل تمام، ما تشغليش بالك. انا بكره هقوم زي الحصان. والله احنا دايما مع بعضينا كده، عارفه اللي هو حب. في طبعا الاول وفي الاخر حب. اكيد طبعا. محدش هيحس بيك زي مراتي، محدش هيحس بيا زي مراتي وامك وابوك. بس مراتي لها الاولويه بامانه اكتر من ابوك وامك. مش كده، لا، لها الاولويه في ان هي تخاف عليا، تخاف عليا جدا. ابويا وامي اكيد بيخافوا عليا، بس هي عارفه اللي هو العشق. هي انا لو بيت بره البيت يوم واحد ممكن تزعل، ولا تعالى دلوقتي مش عارفه ايه، فاهمه؟ فاحنا بنحب بعض جدا. بص طبعا ربنا يخليها لك، بس انا لا دايما بس ابويا وامي ايوه يعني لا نفس النظام، بس مش مقصد انت عايزه مفيش توديني بعد لناحيه الاب تانية اصلا، والام فاهمه؟ حاجه بس انا مش تانية. عايز اوصلها لك، لا. اللي في دماغك نسيه، لا، هم برضو بيحبوني، اكيد اكيد فاهمه؟ طبعا اكيد. وبس مراتي عارفه اللي هو اللي هو مش هقدر استغنى عنك مهما حصل. دي هو انا وهي كده دي اغنيه دي اعتقد صح، بامانه. بتاعت سميرة سعيد، حاجه زي كده. اوكي ما علينا. طيب وانت نايم وبتفكر، ما بتقعدش كده تسأل ربنا وتتكلم مع ربنا؟ يعني اشمعنى انا بقيت كده؟ طب ما هي في ناس شباب زيي ومعاه فلوس وراكبين لا. عربيات، ما بتبقاش ناقم مش على لازم افكر في حياتك؟ كده. انا ممكن ده كده سلبيه، وانا ما بحبش، مش بحاول بقدر الامكان اكون سلبي. ليه؟ لان انت بعزيمتك وبارادتك ان انت تعمل اللي انت عايزه. اكيد. فانا ما بفكرش في حته ان انا ده احسن مني، لا. طب هو احسن مني ليه يا ربي؟ ما ينفعش تعمل كده. انت ممكن تكون احسن منه مليون مره طبعا. لو فكرت بايجابيه شويه وبدات تشتغل على نفسك كويس. فما ينفعش ان انت تفكر في حاجه سلبيه زي كده. هو ده. وربنا يكرمك ان شاء امين الله يا رب العالمين. ويهديك وتصلي باذن الله عشان ان شاء الله انت يرزقك. ماسكه لي الكلمه دي. ايوه، ما انا هعمل لك ايه؟ ما انا هفضل وراك. ده بعد ماشي. الحلقه برضو هتلاقيني هفضل وراك. هصلي اكيد. ان شاء الله باذن الله ان ربنا شاء الله. يكرمك ان شاء الله. مبسوطه بجد. احمد، في مفاجاه انا عاملاها لك، اتفضلي. تيجي نشوف مع بعض المفاجاه؟ يا ريت. الو، ايوه ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. احمد معايا دلوقتي وعايزاكي تقولي كلمه لاحمد. وعايز ايه؟ انا عايزاكي تقولي كلمه لاحمد. كلمة زي ايه يعني بمناسبة؟ كلميه، قولي له بقى اي حاجه، هو سامعك على فكره. عايزه تقولي له ايه؟ عايزه تقولي له بحبك، ربنا يخليك ليا، قولي له. هقول له شكرا ان هو واقف جنبي في اي حاجة. انا دي بظهري، ما بيحطش عني حاجة حتى لو اخد جنيه معاه. ربنا يخليه. دايما واقف معايا في الصغيرة قبل الكبيرة. وافضل احبه دايما.
ربنا يخليكوا لبعض. هو بطل يحبني أفضل أحبه. لا يا اختي، هو بيحبك وقاعد هرينا من الصبح وبحبها، فيعني بصراحة عملنا عبد الحليم حافظ يعني. ربنا يخليكوا لبعض وميرسي قوي ليكي. ربنا يخليك. شكرا يا حبيبتي، مع السلامة. دي قصة حب بقى، ما فيش بعد كده يعني. ما اتكلمتش انا بحبها انا يعني اعرف حاجه عن بصراحة الموضوع؟ والله ما اعرف حاجه عن اطلاقا الموضوع. اطلاقا. انا متشكرة ليك يا احمد، شكرا لك. متشكرة ان انت كنت معايا النهاردة، ربنا مبسوطة يخليك. بيك، مبسوطة ان انت شاب في السن ده وبتجتهد وبتجاهد، علشان انت بتعتمد على نفسك، اتجوزت في سن صغير وبرضه مجتهد، وان شاء الله ربنا هيكرمك ويوفقك. ان شاء الله. بس اهم حاجة زي ما اتفقنا، واظب على صلاتك عشان ربنا اكيد يحقق ان لك شاء كل ما الله تتمناه. باذن الله. وميرسي قوي ليك. ربنا يخليك. انا اعرف حاجه عن بصراحة الموضوع؟ والله ما اعرف حاجه عن اطلاقا الموضوع. اطلاقا. انا متشكرة ليك يا احمد، شكرا لك. متشكرة ان انت كنت معايا النهاردة، ربنا مبسوطة يخليك. بيك، مبسوطة ان انت شاب في السن ده وبتجتهد وبتجاهد، علشان انت بتعتمد على نفسك، اتجوزت في سن صغير وبرضه مجتهد، وان شاء الله ربنا هيكرمك ويوفقك. ان شاء الله. بس اهم حاجة زي ما اتفقنا، واظب على صلاتك عشان ربنا اكيد يحقق ان لك شاء كل ما الله تتمناه. باذن الله. وميرسي قوي ليك. ربنا يخليك.